شو بتطلب لما تقرر تتغدى من عند مأكولات الشام؟ اول شيء نزلوا لنا ضيافه شاورما، لانه الشاورما عندهم على عيني. أنا طلبت وجبة بروستد. وأنا طلبت وجبة فروج مشوي. وانا طلبت وجبه شاورما عربي. اهلا وسهلا مستر فود، شو حابب تطلب؟ بدنا وجبة فروج مشوي ووجبة فروج بروستد ووجبة شاورما على عربي. عيني، اهلا وسهلا. يا جماعه نحن هلا عم نستنى الطلب، ما شاء الله مأكولات الشام من المحلات المميزه كثير بالشام، وعنده اكثر من 13 فرع، ونحن اليوم بفرع السادات. وأنا الشاورما عنده بعشقها. عنده غير شكل. اي والله، يعني نصيحه مأكولات الشام يا جماعه وبس. يا عيني وصل العز والدلال من عند مأكولات الشام. فرجينا شوفوا لي على هالمنظر يا جماعة، طريقة التقديم عندهم تاخذ العقل. وين وجبه الشاورما؟ والله شيء على عيني. وهي كمان وجبة الشاورما، وجبة العربي مع قشرة محشي شاورما، ومع كمان بانيه شاورما بانيه. يا عيني دلال. بس بدك تتدلل روح عند مأكولات الشام. هاد شو هذا بروستد. هذا بروستد لإلك لعندها بروستد. انت طالب وجبتين مشوي شكله. فروق. عربي هي العربي عربي إلي. العمورة. انت طالب نصين مشوي لحالها. لأني كثير بحبه. اثنين مشوي يا زين زلمه. مشوي. اوه يا سلام. شيء بيشهي. يا على قلبي على هالبروستد، ريحتها تغرف القلب، بيرش قرش. يا سلام. صحة يا جماعة، مع وجبة العربي بيجي مسخن بانيه مقلية ومحشية لحمة كثير طيبة. شوف لي الشاورما العربي شلون بتجي مع بطاطا محمرة وشغلة مدللة كثير، تاخذ هيك القطعة. اوه شايفين يا جماعة؟ المايونيز عنده كثير طيب كمان. وهيك انتهت زيارتنا لمأكولات الشام، ونصيحة لكل أي حدا بده ياكل شاورما أو فروج مشوي أو بروستد أو كريسبي أو أي شيء غربي يجي عند مأكولات الشام.